ازاي تحقق مليار دولار مش من اليوتيوب الا طبعا لو كنت مستر بيست. اهلا بيكم في كايرو بيزنس جورنال. في الفيديو دوت هنعرف ازاي قدر اليوتيوبر المشهور مستر بيست يجمع ثروته اللي قربت توصل لمليار دولار. في عالم النجومية على اليوتيوب قدر عدد قليل جدا من الاشخاص انهم يتألقوا ويحققوا نجومية كبيرة، شهرة كبيرة، وبالتالي فلوس كتير قوي. جيمي دونالدسون المعروف بلقب مستر بيست واحد من الناس اللي قدرت تحقق نجاح كبير جدا في مجال صناعة المحتوى على اليوتيوب. اتشهر بمجموعة متنوعة من مقاطع الفيديو الملفتة للانتباه والمجنونة أحيانا، منها مثلا فيديوهات التحديات اللي بيصرف عليها آلاف الدولارات وفي المقابل طبعا بتحقق له أرباح أكتر. ليه أنواع تانية من الفيديوهات زي القيام بأعمال شاقة أو البقاء على قيد الحياة. كمان عامل قناة خاصة بفيديوهات العمل الخيري اللي بيتبرع بكل أرباحها للفقراء والمحتاجين. مع الوقت كل ده قدر يحقق لمستر بيست النجاح والشهرة الكافية لجذب انتباه وإعجاب الملايين من جميع أنحاء العالم. ولكن هل اليوتيوب لوحده كافي إنه يوصلك لمليار دولار؟ يا للهول، ماذا سأفعل بهذا المال كله؟ كدسه في جيوبك كلها. جيمس ستيفن دونالدسون اتولد في عائلة متوسطة عام 1998 في ولاية كانساس الأمريكية. والده كان رجل أعمال ووالدته كانت ربة منزل. اتخرج جيمي من أكاديمية جرينفيل الثانوية ولكنه ما كملش تعليمه الجامعي، وده لأنه كان عايز يتفرغ لإنشاء محتواه على اليوتيوب. وطبعا والدته عرضت الفكرة دي وده خلاه يسيب البيت ويروح يعيش في بيت لوحده. على حسب مجلة نيوز ويك بدأ جيمي ينشر فيديوهات على اليوتيوب من 2012، يعني كان سنه في الوقت ده 13 سنة. مستر بيست ده الاسم اللي جيمي أطلقه على نفسه في بدايته على يوتيوب، وأول قناة ليه على اليوتيوب كان اسمها مستر بيست 6000. في بدايته ما كانش عنده خطة واضحة لمحتوى القناة، فكان بينشر محتوى مختلف وغير مترابط على قناته، منها مثلا فيديوهات التعليق على ألعاب الفيديو والمحتوى المسلي. ولكن قناته كانت ضعيفة في بدايتها وما كانتش بتحقق مشاهدات عالية. ولكن مستر بيست ما استسلمش وفضل شغال على القناة لحد 2017، وفي الوقت ده بدأت تنتشر فيديوهاته بشكل كبير على منصة اليوتيوب وكانت بتتخطى 100,000 مشاهدة خلال أيام قليلة، ودي كانت نقطة انطلاقه لعالم الشهرة. ورغم إن قناته في البداية كانت فوضوية بشكل كبير وكان بينشر عليها محتوى عشوائي، إلا إن مستر بيست قدر يحدد أهدافه ويحط خطة واضحة للمحتوى بتاعه. ومن هنا قرر ان محتواه هيكون عبارة عن تحديات ورهانات بمقابل مادي ضخم. ولك ان تتخيل ان بعض فيديوهاته بيتصرف على تصويرها بس ملايين الدولارات. كمان الناس اللي بتفوز في التحديات بتكسب الاف الدولارات. انواع التحديات بتكون بسيطة جدا، مثلا اخر شخص يخرج من الدايرة المرسومة على الارض يكسب مبلغ من المال، وهكذا. مبالغ المال اللي بيوزعها مستر بيست على الفائزين كبيرة جدا، وده طبعا بيشد انتباه جمهور زيادة بشكل كبير. في 2019 حصل على جايزة أفضل منشئين محتوى، وفي 2020 حصل على جايزة شورتي لأفضل مستخدم يوتيوب، بالإضافة لحصوله على جوائز كتيرة مرموقة. ولكن المتابعين بدأت تسأل هو إزاي مستر بيست قدر يجمع الثروة دي كلها؟ هل اليوتيوب بيدفع له تكلفة الفيديوهات دي مثلا؟ على حسب موقع يوتيوب سوشيال بليد فقناة مستر بيست بتحقق من 3 ل 5 مليون دولار في الشهر. وعلى الرغم من انه الشخص الاعلى اجر على اليوتيوب الا ان اليوتيوب مش مصدر دخله الوحيد، ولكن بيعتمد على رعاة العلامات التجارية الكبرى زي مايكروسوفت مثلا، الكترونيك ارتس. وفي سنة 2020 بس قدر انه يحقق حوالي 10 مليون دولار من خلال الرعاة بس. مستر بيست مش بس موهوب في صناعة الفيديوهات، ده كمان موهوب في الاستثمار والمشاريع. فكانت ارباحه من يوتيوب بيعيد استثمارها في عدد كبير من المشاريع والاستثمارات، واستغل العدد الكبير اللي عنده على القناة وروج لعلامته التجارية مستر بيست برجر، ده الاسم اللي اطلقه مستر بيست على سلسلة المطاعم الخاصة بيه، ودي مطاعم متخصصة في الوجبات الخفيفة والمشروبات. ده كمان صمم تطبيق هاتف خاص بعلامته التجارية علشان الناس تقدر تطلب اللي هم عايزينه من خلاله. وقدر يحقق من مستر بيست برجر أرباح ضخمة، وتقدر حاليا قيمة العلامة التجارية دي ب1.5 مليار دولار. وفي 29 يناير سنة 2020 أنشأ مستر بيست شركة خاصة بالأغذية، وأول منتج ليها كان ألواح الشوكولاتة. ما اقتصرتش استثمارات مستر بيست على الشركات بس، ده كمان استثمر في العملات الرقمية، فاشترى بيتكوين بقيمة 1.5 مليون دولار في عام 2020 وباعها بعد فترة بسيطة علشان يكسب حوالي 20 ضعف قيمة المبلغ المستثمر. ويعتبر الاستثمار العقاري واحد من أضمن الاستثمارات الموجودة، وده دفعه إنه يستثمر جزء من أمواله في العقارات. مستر بيست بيملك جزيرة خاصة في جزر البهاما سعرها 1,200,000 دولار، بالإضافة لامتلاكه قصر في ولاية كانساس بيقدر ب30 مليار دولار. كل الأملاك والاستثمارات دي ساعدت مستر بيست في تكوين ثروته، وطبعا السبب الأساسي هو شهرته على يوتيوب. اللي بيميز مستر بيست عن غيره هو العطاء، تبرع بأموال ضخمة
للمحتاجين، زي مثلا انه في عام 2020 انشأ مشروع غير ربحي بعنوان مستقبل الأطفال، وده كان الهدف منه جمع التبرعات لمساعدة العائلات والأطفال المحتاجة. مستر بيست دايما بيقدم أعمال خيرية وتبرعات في كل المجالات، ويمكن ده كان من أسباب حب الجمهور ليه. في النهاية حابب أقول إن يوتيوب لوحده مش كفاية علشان تجمع الثروة دي كلها، ولكن مستر بيست قدر يستغل شهرته وأمواله صح علشان يحقق الثروة دي. على حسب بعض المصادر وصلت ثروة مستر بيست لنص مليار دولار. توقعات بتقول إنه متجه للمليار بسرعة كبيرة. وبكده تكون حلقتنا خلصت. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، واعمل لايك لو عجبتك الحلقة. مع السلامة.